اهلا من جديد. تعد السوبيا وقمر الدين حلو ولا زالوا طبعا بيدخلوا لنا نحن العصاير الجميله على الهواء. طبعا احنا عندنا السوبيا وقمر الدين والكركديه وقصب السكر من المشروبات الشعبيه الرمضانيه لدى كثير طبعا من الدول العربيه واللي يكثر تناولها طبعا في الشهر الفضيل. للحديث اكثر عن طرق اعدادها وتقديمها ينضم الينا مدير احد المطاعم المصريه في دبي محمد يونس. صباح الورد يا استاذ محمد، وكل عام وانت بالف الف خير. صباح الخير يا استاذه ساره، صباح الخير يا استاذه مهيره. انت زي الهلال بتهل علينا في رمضان دائما قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه ومشاهدينا طيبين. وانت طيب. خلينا نبدا باستعراض سريع للمشروبات الموجوده معنا على الطاوله، او يعني اكثر المشروبات الرمضانيه شهره. هو في البدايه ان شهر رمضان ارتبط في العالم العربي والاسلامي كله بمجموعه من او باصناف من المأكولات والمشروبات والحلويات. واصبح الاقبال عليها اقبال كبير جدا وملحوظ في شهر رمضان، وخاصه المشروبات بنسبه كبيره جدا، لان الصيام والعطش وشده الحر طول اليوم بتخلي الصايم بيبقى عنده جاذبيه كبيره قوي ناحيه المشروبات، وده اللي شهر المشروبات وشهر السوائل قوي في رمضان. احنا النهارده جايبين معانا مجموعه من المشروبات الرمضانيه المشهوره خاصه في مصر وفي العالم العربي يعني صحيح. بشكل اكبر، زي اللي على راسهم العرقسوس. ايوه. والعرقسوس ده مشروب مصري وموجود في سوريا برضو، ومفيد جدا في الصيام، واتشهر قوي لان هو بيقلل من العطش. يعني بيروي كوب منه في السحور او كوب منه في الفطار كافيين قوي ان هو يروي الصايم بقيه اليوم او في وسط اليوم. ده بالنسبه للعرقسوس. في معانا برضو الكركديه والسوبيا والخروب وقمر الدين والخشاف والدوم. في عصير دوم. ايوه. وده برضو من ضمن العصاير المصريه المشهوره قوي. مين اي واحد عصير الدوم؟ ده عصير الدوم اللي قدامنا هنا. الدوم ده بيكون عباره عن ثمره فاكهه زي اللي موجوده قدامنا دي بالظبط كده، اللي هو قدامنا ده. شكل الكيوي. هو الدوم بيبقى شكله شكل الكيوي بالظبط. قريب منه، بيبقى لونه بني كده وناشف. هي تتاكل وهي ناشفه اصلا؟ تتاكل وهي ناشفه. تتاكل كده وبيتكسر. اكيد. جربي كليها وباللي عندنا عادل لسه موجود دكتور اسنان يظبط لك اسنانك. كلها مشروبات صحيه يعني طبعا لانها كلها اعشاب. طعمها غريب. اعشاب. اوكي. طيب خلينا يمكن نتكلم شويه على قمر الدين. ماشي. تحبيه؟ ايوه انا احب قمر الدين، فاذا تحكي لنا عن قمر الدين وكيف مرحله يعني يمكن اعداده. قمر الدين هو عباره عن المشمش، وبيتعمل في الغالب مشهور قوي في سوريا. بيجيبوا فاكهه المشمش وبتتجفف على الواح من الخشب وبيتباع في طبقات كده. بيتباع. ايوه طبعا هنا هذا قمر الدين اول واحد موجود هنا على ايوه تفضل. شكرا جزيلا لك. بيتباع في السوبر ماركت في عباره عن طبقات كده. بيتقطع قطع صغيره. نعم. وبيتنقع في ميه مثلا دافيه لمده ساعتين ثلاثه. الله. وبعد كده الف انا وشفا. حسيت انه رمضان جاء خلاص. كل سنه وانتم طيبين. وبعد ما بيتنقع الفتره مثلا من ساعتين لثلاث ساعات بناخد الخليط بيتضرب في الخلاط مع السكر على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. أيوة. وبيطلع قمر الدين. اوكي. في كمان يعني في عصير كانه يعني في قطع فواكه يعني ده مش قطع فواكه، ده الخشاف. ايوه الخشاف اللي هو عباره عن اليميش بتاع رمضان. نعم. التين والمشمشيه والقراصيه والتمر. بيتقطع برضو قطع كده صغيره زي الفروت سلطات بس هو خشاف من اليميش. طيب يلا بنجرب يعني. وبيتحط الحين بعد ما حطيتك تحت الضغط لازم تجربين. يعني انه يعني لازم اكون انا ببرنامج ليش لا اجرب يميش. جربي تفضلي. يلا بما انك سالتنا انه كل واحد يسال عن شيء يعني يجرب مره. طيب بس يعني هذا ممكن يكون دسم يعني. طبعا اكيد دسم ويبقى فيه سكر، وقمر الدين برضو بيبقى فيه كميه من عصير قمر الدين من عصير قمر الدين، ويبقى فيه تمر وقراصيه ومشمشيه اللي هي هذه هي اللي هي اليميش ده بالظبط. بيتقطع وبيتنقع اللي هي هنا بيفضل. بس طبعا يعني لو انت شربت كوب منه على الفطار مش رح تفطر مستحيل يعني. بالظبط. يعني بس هو مش يعني مش ان عامه اللي بيكون صايم ولما بيجي يفطر على الفطار
ما بيشربش الكميه دي كلها. صحيح. لان في ناس بتبقى متعوده ان هي تفطر على حاجه حلوه اول ما تبتدي تفطر بيها، فبيكون اليميش او العصير حاجه اساسيه على المائده ساعه الفطار يعني. طبعا انا عايزكم تدوقوا القرصوص، لان القرصوص ده لذيذ جدا. نعزم على بعض اليوم. على فكره العرقسوس في ناس كتيره ما تعرفش ان هو اولا العرقسوس ده هو بتبقى عباره عن جذور شجره. الجذور دي حسبي الله على ابليسك يا مهير. معلش دوقي. انا ما الجذور دي بتبقى حلوه، نسبه السكر فيها ازيد من السكر العادي 50%. بس هو مش سكر الجلوكوز اللي بيبقى موجود في اي فاكهه او في اي ثمره ثانيه، ده سكر مش ضار. فبيبقى مميز جدا لمرضى السكري ان هم يشربوه، لان هو مشروب مش هيضرهم، لان طعمه حلو مش مليان سكر. هو ده يعني ده عباره عن قمر الدين، بس بيتعمل زي المهلبيه والرز بلبن، بيبقى اسمه مشمشيه. نفس العصير بالظبط كده. ايوه. بيتطبخ على النار مع نشا وبيتعمل في اطباق، بدل ما تشربه تاكله. فنوع من انواع الحلو يعني. بالظبط كده، بيبقى نوع من انواع الحلو. كانوا عليه جوز هند. عليه جوز هند وبيتحط جواه كمان. ممكن تضيفي ممكن ما تضيفيش، ممكن تحطي نوع المكسرات اللي انت عايزاه. وفي الغالب بيتحط زبيب معاه جوه وهو بيتطبخ. لا اتفضلي انت، انا وراكي بعدين. انا بعدين راح ان شاء الله بلح وتمر ولبن. افضل طريقه للافطار طبعا. بالظبط. كويس. لا لذيذ جدا. طيب ايش في كمان كنا ما تناقشنا عن السوبيا. السوبيا في مصر غير الحجاز، الطريقه هنا غير الطريقه هنا. السوبيا برضو بتبقى عباره عن الحليب وحليب الجوز هند والسكر. طريقتها سهله جدا وبسيطه ومش معقده يعني. وبتتسقع في الثلاجه وبتتشرب ساعه الفطار. المشروبات دي كلها عامه في الغالب فترة حفظها كم؟ في الغالب يعني مثلا هو يستحسن ان الكركديه والدوم هم اكتر حاجتين يستحسن ان هم يتعملوا فريش وما يقعدوش مثلا اكتر من 24 ساعه. اوكي جميل. الصوبيا برضو نفس القصه. قمر الدين بسرعه؟ قمر الدين ممكن مثلا حوالي 12 ساعه في الحدود دي كده، برضو ما يطولش يعني، لان كل ما المشروبات دي بتكتر اصلا ما شاء الله في رمضان ما بتطول هذه المشروبات ما شاء الله، الكل بيشربها يعني على الفطور. بشكرك على وجودك معنا. كان طبعا معنا محمد يونس مدير احد المطاعم المصريه في دبي. شكرا لك.